ازيكم جميعا. انا مروه سامي، مهتمه بالرسم وتعليمه. النهارده هنتعلم ازاي نعمل باترن زي اللي انتوا شايفينها دي. تقدروا تطبعوها على قماش او تطبعوها على ورق حيطه او اي حاجه تحبوها. ازاي نعمل باترن على برنامج بروكرييت؟ اول حاجه هنعملها ان احنا هنفتح البروجرام وهنفتح نجيب فايل، اهم حاجه يكون مربع. وبعد كده هنختار لاير جديده او لاير الاولانيه خالص ونختار الوان اللي احنا عايزينها. انا هختار اول باليته قدامي، هعمل لون للباك جراوند، وده اللاير بتاعتنا الاولانيه هتبقى لون الباك جراوند. وبعد كده هنزود لاير ونبدا نحط اول رسمه او اول عنصر عايزين نحطه في الباترن بتاعنا. المربع ده ما ينفعش نخرج براه، حاولوا على قد ما تقدروا وانتوا بترسموا، مش حاولوا، هو لازم عشان الباترن تطلع مظبوطه. الرسومات اللي هنعملها دلوقتي ما تخرجش بره المربع ده. هرسم على اول لاير اول شكل انا اخترته بلون محدد، واهم حاجه ان انا مرسمش بره المربع زي ما انتوا شايفين. الفرشه اللي انا بستخدمها هنا هي فرشه دراي انك، موجوده في الانكينج براش باك الموجوده في الابليكيشن. هنا بحرك، بعمل بالسلكشن تول بحرك اماكن ال الاشكال، عشان لو انا زي ما انا حابه بغيرها حسب ما انا حابه يكون مكانها مختلف. هنا بزود اكتر، وبعد كده في كل لاير هبدا ازود رسمه جديده، هبدا ازود ايتم جديد. هنا بزود شويه تفاصيل جوه الرسمه علشان اخليه شكلها احلى. بعد كده عملت لاير جديده وجبت لون مختلف وهعمل شكل جديد، شكل الورد ده، عشان وبرده هخلي بالي ان انا ما اخرجش بره المربع بتاعي، ما اخليش الرسمه بتاعتي تخرج بره الكانفا بتاعتي. بس هزود الايتمز على قد ما اقدر عشان انا بحب الباترن بتاعتي تكون زحمه. وبعد كده بعد ما نملى الشغل بتاعنا ونبقى حاسين ان احنا ساتيسفايد بالرسمه، عشان الرسمه دي او المربع ده هو الوحده الاساسيه اللي هتتبني عليها بقيه الباترن كلها. هنا زودت لاير زياده وجبت لون مختلف. ليه بعمل كل شكل على لاير لوحده؟ علشان ابقى براحتي، لو عايزه اغير حاجه، عايزه اعمل سelection على شكل واغير مكانه او اعدل من شكله، يبقى الموضوع فيه حريه. زي هنا مثلا انا هنا عملت selection على شيب وقعدت غيرت في مكانه، وهنا برضو عملت لاير جديدة وجبت لون اغمق وعملت شكل مختلف. ومن شوية كمان هعمل سelection اهو، بغير في اماكنهم بلفهم، يعني كل ده بلعب في المربع ده عشان اوصل للوحدة الاساسية او الوحدة الرئيسية اللي هتبقى مبني عليها كل الباترن. بعد كده انا عملتهم كلهم في لاير واحدة، خليتهم كلهم في لاير واحدة، جمعت كل الاشكال اللي رسمتها والباك جراوند كلهم في لاير واحدة. وبعد كده عملت اللاير دي دوبليكيت 5 مرات، او عملت منهم 5 نسخ. النسخة الرئيسية عملت لها هايد عشان مش هستخدمها، ممكن احتفظ بيها لو حبيت اعمل بيها اي حاجة تانية. بعد كده بقى عندي 4 نسخ، انا هقفلهم كلهم، هخلي كل واحدة تبان عشان لوحدها عشان تفهموا الفكرة. بنفتح السهم اللي فوق ونبدأ نفتح السيتنجز. اهم حاجة يبقى السنابنج والماجنتكس مفتوحين، والديستنس والفيلوسيتي على اعلى درجة، ونبدأ نزق كل لاير او كل نسخة لربع من الركن من الاركان اللي موجودة في المربع. ادي كده اول رسمة زقتها، تاني نسخة هبدأ ازقها للركن اللي بعده، تالت نسخة هفتحها وازقها للكورنر اللي تحت. كل لاير او كل نسخة في كورنر مختلف لغاية ما يبقى عندي الشكل ده. هنا المرحلة دي بقدر ان انا ازود اي حاجة على الباترن. اهم حاجة الاول بخليهم كلهم في لاير واحدة، وبعد كده في المرحلة دي او في الشكل ده ببدأ ازود اي حاجة لو انا حابة الباترن بتاعتي تبقى مليانة اكتر وفيها تفاصيل اكتر، عشان لو مش حابين ان الباترن بتاعتكم تكون فاضية او فيها فراغات كتير. لما بنيجي نحط الحاجات الزيادة او التفاصيل الزيادة اللي عايزين نزودها في الباترن، برضو بناخد بالنا ان احنا ما نرسمش اي حاجة على اطراف الكانفا بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين انا برسم حاجات زيادة عن اللي انا رسمتها قبل كده، بس ما بخرجش ابدا على الاطراف بتاعة الكانفا، لازم تكوني جوه المربع بتاعك. بس بعد كده بزود حاجات، وكل ما بزود تفاصيل كل ما الباترن بتبقى شكلها احلى في الاخر. بس بعد ما بخلص التفاصيل زي ما انتوا شايفين بنيجي المرحلة اللي بعد كده بنعمل نفس الخطوات بس في حاجة مختلفة. بنقعد نزود اهو، بزود في التفاصيل، وبعدين هعمل نفس الحاجة، هجيب نفس الايتم ده وهعمل اللاير دي هعمل لها دوبليكيت 5 مرات. وبعد ما اعمل لها دوبليكيت 5 مرات الاصلية هشيلها، اعمل لها هايد عشان اشيلها لو انا حابة اغير فيها حاجة بعدين. اهو عملت لها دوبليكيت 5 مرات.
الاساسيه هعمل لها هايد، وبعد كده هيبقى عندي 4 لايرات او 4 نسخ هقفلهم عشان تشوفوا كويس، وهمسك واحده واحده. اول واحده المره دي مش هنزقهم على الكورنر، المره دي هنصغر حجم المربع، هنصغره عشان يبقى مناسب للربع بتاع المربع. بصوا، وطالما انت فاتحه السنابنج هو هيعمل لك الخطوط دي وهيتحط في المكان المظبوط. هاجي على اللاير او النسخه اللي بعدها وازقها على الجنب اللي بعده، وبعدين اللاير التانية وازقها على الكورنر اللي تحت، واللاير الاخيره وازقها على الكورنر اللي تحت. وكده بقى معانا باترن تقدري تطبعيها على اي حاجه انت عايزاها، لان دي سيملس باترن. تقدري تطبعيها على توب قماش 50 متر، تقدري تطبعيها على ورق حيطه. هي باترن لا متناهيه مش بتخلص، او باترن متكرره ملهاش نهايه. دي اسهل طريقه للباترن، وفي طرق تانية كتير. لو عجبكم الفيديو اعملوا سبسكرايب ولايك، وقولوا لي في الكومنتات لو عايزين اعمل باترنز اكتر واعمل اشكال اكتر.